السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض السمك مقلي، وسمك بلاميطة في الفرن، وسمك بوري هنعمله ان شاء الله سنجاري. انا منضفت السمك وغسلته كده، هنقعه شوية في مية بدقيق زي ما انتوا شايفين. هقطع الاول كده السمك البلاميطة اللي هنعمله صينية في الفرن، والسمك البوري زي ما انتوا شايفين. ما طبعا السنجارة ما بتفتحش من البطن، بتفتح كده من الظهرية، من الظهر بتاعته، عشان يبقى مفتوح خالص في ايدينا كده ونعرف نحشيه كويس. نسمي الله كده ونبدأ الوصفة. هقطع بقى كده السمك البلاميطة. لو عايزة تعمليه سليم زي ما هو عادي، احشيه، احشي قلبه كويس جدا. وملحيه الاول، تبليه وبعد كده احشيه، وبعد كده حطيه في صينية ودخليه الفرن. انا بقى هقطعه بالشكل ده. اقطع برضو دي بنفس الطريقة كده. خلاص كده دلوقتي بقى انا هسيب السمك كده منقوع في المية شوية، مع ليمون ومعلقة من الخل وشوية من الملح، ومعلقتين كده من الدقيق، وهسيبه في المية حوالي 5 دقايق كده، وبعد كده هغسله كويس تاني، واحطه في مصفى يتصفي من المية كويس بتاعته. دلوقتي بقى هضرب التتبيلة بتاعت السمك في الكبة. معايا هنا قرون فلفل اخضر، وقرنين فلفل من الاحمر، وراس تومة كاملة، وهضربها في الكبة. دلوقتي هنعمل بقى الرز الصيادية. معايا كده حلة على النار، وهحط فيها شوية من الزيت. هسيب الزيت يسخن كويس. معايا كده بصلتين كبار انا بشرتهم على المبشرة، وهضيفهم على الزيت وهقلب كده. هحمرهم. جربوا الرز بالطريقة دي بجد، له طعم تاني وحلو جدا. والشبت بيفرق بجد وبيديله طعم حلو قوي. جربوها يعجبكم. اقلب بقى كده البصلة. دلوقتي بقى هعمل تسبيكة سمك البلاميطة اللي انا هدخله الفرن. انا كان عندي طماطم كده مسبكاها وعامله لها بصلايه، وكنت حطاها في التلاجة، فانا طلعتها دلوقتي وهديها كمان غلوتين على النار. شوية زيت وبصلايه دوبك بس تدبل كده، وبعد كده هنضيف الطماطم ونسيبها تتسبك. البصلة خلاص قربت تاخد لون معانا اهي زي ما انتوا شايفين كده.
خلاص دلوقتي بقى هضيف معلقتين كبار كده من الشبت، وهقلبهم تقلبتين كده، اشوحهم شوية مع البصل. لو مش حابة تحطي شبت ما تحطيش، بس بجد بيفرق جامد مع الرز الصيادية، بيبقى جميل جدا. خلاص كده البصلة معايا خدت لون زي ما انتوا شايفين كده، انا عايزاها غامقة شوية بالطريقة ديت. والشبت كده اتشوح كويس مع البصلة. دلوقتي بقى هضيف المية القادي طبعا بتاع الرز اللي على قد الكمية اللي احنا هنعملها. دلوقتي انا مش هحط كمية المية بحالة، انا بس هحط شوية كده وهسيب المية تغلي حوالي دقيقتين تلاتة كده من غير ما احط الرز. وبعد كده احط الرز ونظبط القعد بتاعه. حطيت كده معلقة صغيرة من الكمون، وهضيف الملح، ودلوقتي هسيبها تغلي. خلاص كده الميه بالبصل غلت معايا زي ما انتوا شايفين، سبتها غلت كده حوالي دقيقتين ولا حاجه. وبعد دلوقتي بقى هضيف الرز. طبعا القعد مش مظبوط، انا بس كنت مقلاه عشان الميه تغلي كويس. وزودت الميه طبعا، وظبطت القعد بتاع الرز، وحطيت الملح وهسيبه بقى يستوي. وبعد ما يستوي هنشوفه مع بعض. دي بقى الخلطه اللي انا عملتها في الكبه للسمك. الثوم والفلفل الاخضر والفلفل الاحمر. دلوقتي اضيف معلقه من البابريكا، وهضيف الملح، وهضيف معلقه من الكمون، ومعلقه صغيره من الكزبره. لو حابه تحطي شويه من الشطه الناعمه حطي براحتك طبعا. هعصر بقى كده ليمونه كبيره. نقلب بقى التتبيله كويس، هنشيل البذر اللي وقع مننا من الليمون ده، ونقلب بقى كده التتبيله كويس جدا عشان الملح ميبقاش فيه حته وحته لا. خلاص كده التتبيله معايا جاهزه. هضيف كمان دلوقتي حوالي معلقتين من الشبت، وهقلبها كويس. دلوقتي بقى هنملح السمك وبعد كده هنبقى نقليه. شايفين قلبه نضيف وابيض، مفيش فيه اي حاجة خالص. لازم تغسلوا السمك كويس من الدم والحاجات اللي بتبقى في جنوب السمك من جوه كده.
عشان يبقى طعمه حلو معاكم، ميبقاش فيه حاجة مررة ولا اي حاجة. هنرص بقى نملح كده ونرص في الصينية وكل يعني ايه، ونعصر ليمون كتير، بيبقى طعمه حلو جدا. طبعا السمك عايز اهم حاجة فيه في التتبيلة بتاعته الليمون والكمون. نحط بره كده التمليحة بره السمكة كده، ونحط من ناحيتين عشان تبقى طعمها حلو. خلاص دلوقتي بقى انا هملح كده السمكتين السنجاري اللي معايا، مفتوح من الظهر كده زي ما انتوا شايفين كده. هملحه طبعا قبل ما احط عليه الخلطة. جربوا السنجاري بالطريقة دي، حلوة جدا جدا وطعمه بصراحة بيبقى جميل. ودي كده معانا كده البلاميطة نملحها برضو. خلاص كده انا ملحت السمك الكمية اللي عندي. الوقت بقى هعمل الخلطة اللي هنحطها على السنجاري. معايا كده بصلاية ومعايا جزراية وقرن فلفل وطماطمتين. هنقطع بقى كده صغير. نقطع كده بالشكل ده كده. دلوقتي هنقطع البصلة. طبعا دول دوبك على قد كمية السمكتين البوري. انت بقى عاملة اكتر، طبعا هتزودي كمية البصل وكمية الفلفل والطماطم. هنقطع البصل كده بالشكل ده. وهنقطع الطماطم. برضو هنقطع كده صغير. دلوقتي بقى هبشر كده الجزراية اللي معايا على المبشرة الناحية دي كده، وهنبشر كده الجزراية. لو عايزة تقطعها بالسكينة برضو صغير كده مش مشكلة، بس انا بحب ابشرها. انا مش هاخد الجزرية كلها، يعني حوالي نصها كده. وهبشر هنا كده فصين 3 من التوم. دلوقتي هضيف كده معلقة من الزيت، مش كبيرة، معلقة صغيرة كده من الزيت. وهضيف كمون، نص معلقة صغيرة من الكمون. وهضيف نص معلقة صغيرة من الملح. وعندي هنا كده معلقة من التتبيلة اللي كنت عاملاها للسمك، هضيفها برضو على الخلطة دي بتاعة السنجاري.
وهعصر نص ليمونة. اقلب بقى الخلطة دي كده مع بعضها عشان الليمون والتوابل اللي انا حطيتها تدخل في كل المكونات اللي معايا. بجد جميلة جدا. لو حابة تحطي معلقة صغيرة من الخل حطي، بس انا اكتفيت بالليمون. دلوقتي بقى معايا كده ورق فويل، هناخد كده على قد السمكية هنتنيها تانية. دلوقتي هدينا بقى دهنة من الزيت عشان السنجاري ما يلزقش معايا في الفويل. دهنة بسيطة خالص بس كده من الزيت. بس كده ادهن بقى كده الفويل كويس. احط بقى كده السنجاري واقفل عليه كده الفويل من الجوانب بالطريقة دي كده. نقفل كده ياخد شكل السمكية معانا. هنحط بقى كده في صينية. برضو هندهن كده الفويل برش بس كده من الزيت بسيطة. برضو هنقفل كده على السنجاري بالفويل كده تاخد شكل السمكية معايا. بياخدش اي وقت في الفرن، هو بالكتير 10 دقايق، ما بياخدش اي وقت. من 12 ل15 دقيقة يعني. وبكون معاكي جاهز. خلاص كده السنجاري معايا اهوت. هضيف بقى عليه الخلطة اللي انا عملتها، الطماطم والبصل والجزر والفلفل. نفرد كده على السمكية كويس. خلاص كده هو جاهز معايا انه يدخل الفرن. انا ولعت الفرن ودلوقتي هدخله في الفرن يستوي ويحمر وشه، وبعد كده نشوفه مع بعض. دي الصلصة اللي هنعمل بيها السمك البلاميطة في الفرن. انا حطيت كده معلقة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الكزبرة. مش هنحط اكتر من كده. دلوقتي بقى هشيلها من على النار. هنعمل بقى دلوقتي معانا كده دقيق علشان نقلي بيه السمك. حطيت كده شوية من الملح، واحط معلقة صغيرة من البابريكا، واحط نص معلقة صغيرة من الكمون، معلقة من الكركم. هقلب بقى كده الدقيق مع التوابل اللي احنا حطيناها.
دلوقتي بقى هنغلف السمك كده كويس من الدقيق ده، اللي احنا حاطين عليه التوابل، وننفض كده ونحط في حاجة عشان هنقلي. ننفض كده كويس عشان الزيت ما يتحرقش معانا واحنا بنقلي السمك. خلاص انا بقلي البلاميط اهوت، انا مش هحمرها قوي، انا هديلها بس لون كده بسيط عشان طبعا لسه هدخلها الفرن مع الصلصة. نقلب كده، انا مش عايزه احمرها قوي، ويدوبك بس اللون كده تاخد لون دهبي كده وبسيط، ونشيل على طول. دلوقتي معايا الصواني دي زي ما انتوا شايفينها كده، طبعا بتيجي من العطارة. انا هعمل فيها النهاردة لان ده اوردر. هنزل بقى نص الصلصة في الصينية دي، والنص التاني في الصينية، والنص الباقي في الصينية التانية. الصلصة حاطين عليها ملح، ومعلقة صغيرة من الكمون، وكزبرة ناشفة، ومعلقة بابريكا. الوقت ضفنا كده على الطماطم على الصلصة هنا شوية من البقدونس، وهنقلبهم كده. وهضيف كمان 3 فصوص كده من الثوم، ابشرهم كده على المبشرة، او يرسوهم بالسكينة كده على الرخامة. انا مش عايزاه مفروم قوي، فانا عايزاه كده مبشور يكون فيه الطعم، يعني الجرشة بتاعته ديت نجرشه كده على المبشرة. اضيف بقى كده السمك في الصواني معايا، وناخد كده من الصلصة ونحط على السمك من فوق. ناخد كده من الصلصة ونحط على السمك كده اللي معانا من فوق كده، عشان طبعا يبقى كله واخد من الصلصة وطعم الصلصة معايا. وبرده في الصينية التانية نفس الحكاية كده، زي ما عملنا هنا هنعمل هنا كده. هنرص السمك ونحط من الصلصة على الوش. خلاص كده صينية السمك معايا كده جاهزة. هحط بس كده يعني قرنين فلفل كده مقطعاهم، قرن فلفل. هحط بس هقسمه ما بين الصينية دي والصينية ديت، انا مش عايزة فلفل كتير. هحط بس حوالي زي ما انتوا شايفين كده حتتين كده على الوش. ودلوقتي هدخله الفرن، وبعد ما يطلع هنشوفه مع بعض.
خلاص، وده الشكل النهائي للاكل بتاعنا النهارده. ده الرز الصياديه اللي احنا عملناه بالشبت. وده عملت كده شويه سلطه، جزر وخيار وطماطم وفلفل، وعصرنا عصره ليمونه. ومعايا كده السنجاري، شايفين بقى شكله وطعمه وريحته جميله جدا. جربوها هيعجبكم قوي. وده صينيه البلاميطه في الفرن. شايفين بقى الجمال، والصلصه طعمها حلو جدا، والسمك بجد طعمه حلو جدا. ودي الصينيه التانية. وده الشبار المقلي. شايفين بقى لونه حلو جدا، جربوه. ودايما تبلوا الدقيق قبل ما تقلوا السمك بيه. بجد بيفرق جدا في طعمه ولونه كمان. ده كان اوردر النهارده. يا رب النهارده الاكل يكون عجبكم، ووصفتي تكون عجبتكم. اتمنى يا رب تجربوها وتقولوا رايكم في التعليقات. ويا ريت اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير. واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده. مع السلامه.